انت امبارح قليت ادبك عليا. الاول اول امبارح حلقه 20 قلت شوف شويه الكلاب الموجودين يهووا في مصر. كلاب بتهوى بشكل غير طبيعي، كلاب جربانه، كلاب شرسه، كلاب مصورها رجعت تاني، شخصيات عامه في مصر كلها كلاب جربانه، كلاب من الكلام ده. انا عملت طلب بيان عاجل للسيد رئيس المجلس، استعملت اداه من الادوات اللي بيقولوا الرقابه يعني. طلبنا السيد رئيس الوزراء يجي والسيد وزير الاستثمار يجي عشان يقول لنا اذا كانت القناه مخصصه للسفاله وقله الادب ومنتهى الادب والاحترام. انت بتقول انا زورت التوقيع، انا مضيت زي كل واحد ومشيت عشان كان عندي ماتش. اللي كان بيلم التوقعات النائب علاء عابد مصريين احرار، وفي غاده السيده الدكتوره غاده عجمي اللي بتمثل المصريين في الخارجيه اللي كانت بتلم التوقعات. كل الناس مضت. انت امبارح بقى جننت. بتقول عليا بقى ايه؟ بتقول ان مجلس النواب اللي هو بتاعنا ده مجلس مقاوله، وان انا كذاب وجننت، وانك انت عنتر. وبعدين انت بتتكلم انت عنتر، قلت احمد مرتضى جري ورا. انت بتجري منه ليه؟ مش انت عنتر يالا؟ بتجري ليه؟ وده ادبني وجري وراك، بيقول لك وجري ورايا في الشارع. انت بتجري. بعدين انت بتقول ان انا استخبيت تحت السرير. بص يا عمرو، انت اللي استخبيت تحت السرير لما كان الدكتور محمود محي الدين بيجي لك البيت. اقول ليه؟ بلاش. ثاني يا ولد، محمود محي الدين لما كان بيزورك في البيت كنت انا مش عارف. طب انت بتستخبى تحت السرير لما يجي لك محمود محي الدين؟ مش عارف، كان في فيلم كده قديم انا ناسيه فكرك بيه؟ مش مرتضى اللي بيستخبى. مرتضى في عز جبروت محمد ابراهيم، مش ده اللي قبليه وزير الداخليه، في قناه الحياه اعتقد المحور، تقول له لو انت راجل انا في البيت تعالى خدني. لو انت راجل. انت بتقول ان الاخوان اشرف مني. تمام، يعني انت اخوانجي. انت تربيه نجوى فؤاد. انت تربيه نجوى فؤاد. وانا مش عايز اتكلم كتير. انت بتقول ان انا قاتل وايدي ملوثه بالدماء في الواقعه بتاعت موقعة الجمل، وانت نفسك طلعت قلت مرتضى منصور ترافع براءه جميع المتهمين. انت في قناتك. بس انت دلوقتي مش عاجبك حكم محكمه النقض اللي قال ان كل ما نسب لمرتضى في هذه القضيه هو سب وقذف. انت مش واخد بالك يا شاطر يا عبيط ان انا واخد براءه غيابي؟ مش واخد بالك. بتقول من قله الادب اللي انت قلتها برضه امبارح ده بسرعه كده عشان انا مش فاضي لك، عشان احنا عندنا لائحه انا جاي من المجلس وراجع لك تاني. بتقول من ضمن الكلام اللي انت قلته انه الدفاع الجوي، ايدي ملوثه بالدفاع الجوي. انت عارف دي جريمه؟ اللي انت بتقوله ده جريمه، لان في قضيه دلوقتي في المحكمه جنايات دفاع جوي، انت تؤثر على المحكمه. انت عايز تقول للمحكمه خد مرتضى؟ طب لو انت راجل ما قلتش الكلام ده من زمان ليه؟ بص يا عمرو، انا هقعد افكرك بشويه حاجات كده. انا مش عارف انت مين فيهم. انت عمرو بتاع مين؟ انت عمرو بتاع حسني مبارك؟ ده السجل التجاري بتاع شركه نيل الانتاج الاذاعي بتاعت محمد طاهر حلمي. مين محمد طاهر حلمي ده بقى يا جماعه؟ نجيبه بس كده واحده واحده. رجال مبارك، محمد طاهر، عوده طاهر، سر رجوع رجال مبارك. محمد طاهر حلمي ده يا ولد ده خدام جمال مبارك اللي انت شريكه. تمام؟ اللي انت شريكه اف ام اللي انتوا خطاب الامر المباشر. سيد حمدي قنديل رفع عليك قضيه اهو في مجلس الدوله، نجوم اف ام وماين اف ام خطاب الامر المباشر عشان مفيش دوله، مفيش قانون. كفايه كده؟ لا لسه. طب انت كنت ما بتنطقش عن جمال مبارك كلمه وعملت كده، طب ليه؟ نقول بقى صوروك فين؟ في المريض مع مين؟ ولا كفايه؟ طب لما جه خدتك العصايه اتحطت فين يا ولد؟ عارف اتحطت فين؟ اوعى تنطق معايا. انا جزمتي اشرف منك، وانت اللي كنت مراتي انا اللي تضربك بالجزمه وبنتي بيكلموك كل يوم عشان تدخل لي اكل في السجن. ده انا عنتر يالا. طب ما نسال خيرت الشاطر مين كان ملك السجن؟ لا بلاش. نبيل نعيم اهو بره عشان خيرت الشاطر محبوس. نبيل نعيم ده مش كان قائد الجماعات الاسلاميه؟ بره نساله مين المعلم بتاع السجن؟
مين اللي كان بينام السجن ويصحيه زي فريد شوقي كده في الافلام يا ولد؟ هات نبيل نعيم اعمل له مداخله عشان يقول لك ده كان راجل. انت صاحب شريف اسماعيل اللي كلته علقه معاك، اللي حبست 3 سنين، اللي ما كانش مختص، انت اللي هتوصي عليا؟ عمرو بلاش. انا بص بسرعه كده، انت نفسك ان انا اضربك، بس اضربك ازاي واخوك انا المحامي بتاعه؟ طب لما انا راجل فاسد، طيب انت كلمتني ومراتك رشا كلموني، ما المشكله كلها مراتك لميس بتلسوع لك عشان عرفت موضوع رشا. طيب مش منى عزت عبد الموجود خلف دي، مش احمد ابو بكر مكتب توثيق فرع الاهرام في يوم 27/9/2012 عمل التوكيل لمرتضى احمد منصور باشا القاتل اللي بيستخبى تحت السرير. يعني عيلة مراتك مستنجده بيقعد التوكيل اهو يا ولد. طب لما انا راجل قاتل وبنام تحت السرير، اخوك اللي بيصرف عليك وعلمك ازاي تلبس البامبرز وانت صغير عماد، اللي انا دلوقتي بحترمه انه مؤدب، انا قاتل وفاسد واستخبى تحت السرير وكان عنده مشكله كبيره في الاهرام، مين المحامي اللي خلصه لنا؟ ده مين ده؟ رقم التوكيل اولا ياسر وهب ابراهيم، توثيق السيده زينب، الاول من ديسمبر عام 2012، يعني 4 سنين. عماد الدين عبد الحي مصطفى اديب، وكيل مرتضى احمد منصور. يا ولد انا خير على عيلتك يا ولد، ولا مليم. اتحداك لو اخوك عمل مداخله قال لك مرتضى خد مني مليم، او رشا مراتك او اختها منى ان انا خدت مليم. انت عبيط يالا، عمال تقول كل ده عشان ميدو ما ينزلش ما يظهرش. هو ميدو دهون انا مثلا كنت باخده في خرابه؟ انت عبيط يالا. ميدو ده موظف في النادي اشتغل فشل روح. كل شويه يقول اصل ميدو هيقول اسرار، هو النادي فيه اسرار؟ بصراحه التوليت كان يمين عملته شمال. بطل هبل، بطل عبط. شوف يا عمرو قدام مصر كلها، هضربك؟ لا تبت خلاص، ربنا هداني. فاكر يا عمرو لما انت طلعت مره في التلفزيون وقلت اعظم رئيس نادي هو مرتضى منصور اتذكر؟ هزعلك دي دلوقتي. فاكر يا عمرو لما طلعت نادي الزمالك بفضل جهود المستشار المحترم مرتضى منصور، هذا النادي بقياده سياده المستشار العظيم مرتضى منصور يحقق انجازا تاريخيا. عمرو تستاهل. لا هو صعب عليا، الراجل شعره وقع يعني، خلاص القصه انتهت بقى، كفايه يعني، فلازم ياخد الدوري سنه يعني. احنا رئيس النادي بتاعنا مليان شعر، احنا مش محتاجين شعر. رأي حضرتك في اداء المستشار مرتضى منصور مع نادي الزمالك؟ لا مرتضى حازم وحاسم، يعني النادي كان محتاج شويه ضبط وربط، محتاج اللعيبه تحس ان في حد بيعاقب ويثيب، محتاجه تحس انه في اداره، محتاجه تحس. دايما مشكله الزمالك كانت تبقى الاداره. فاكر يا عمرو لما طلعت في التلفزيون مع وفاء الكيلاني وقلت لها حسني مبارك خط احمر ما جيش ناحيته حريات، ما مش حسني مبارك يا عمرو لبست فرحه. قعدونا في البيت اللي كان بيفتح بقه كانوا بيذلوا امه. الراجل ده في عهده ولا صحفي دخل سجن، وانا بعتبر صحفي، انا عضو نقابه صحفيين يعني. قال لك الواد ده كلب، ازاي يتكلم على وزير اسكان؟ وزير اسكان نضيف، الارض صح والشركه صح والمزاد صح. اشمعنى انت يا عمرو مضلل عليك الرئيس؟ مش مدلل عليا الرئيس يرفض ان في بعض الاحيان بعض الناس تبطش بالناس لمجرد مزاجهم. وبعدين يقول لك ازاي يتكلم على البيه؟ ده البيه ده هو نوارد شباب البلد، هو ده اللي هيحكم. يعني ايه يتكلم عليه ويقول محدش يكتب عن الفكر بتاع سيادته 3 صفحات؟ بس ممكن مذيع ما يطلعش على الهوا. ما حصلتش. هو ما يحبش يتكسر قلم ولا ميكروفون، ما هي القلم زي الميكروفون. لا انا لا اقصد الرئيس يعني بالجمله، بس انا قصدي اقول لو حد مثلا مزعج للسلطات ببساطه جدا ممكن. هو الرئيس مش عايز كده، مش عايز في عهده ده يحصل. كنت اتكلم يقول لي اوعوا تشغلوا الواد ده، اوعوا تشغلوا الواد ده يقعد كده زي الكلب. مش عايز في عهده يقول انه الراجل ده قعدوه في البيت، الراجل ده ما اتكلمش، الراجل ده سكت، الراجل ده اخرسوه. ما ممكن انتوا سامعين كلام جديد؟ كنا بنقول كل الكلام ده حديد.
اسمنت، ارض، احتكار، زنا، دعاره، فلوس من تحت الترابيزه، فساد شرطه، كل ده كنا بنتكلم فيه. بس ايه؟ اتكلم زي ما انت عايز واحنا هنعمل اللي احنا عايزينه. احنا عندنا رئيس فيه ميزه لطيفه جدا، انك تروح تعرض عليه تقول له يا فندم والله الواد ده امبارح طلع بتاع مش عارف ايه. فهو من النوع اللي ممكن ياخد الكلام ده ويسال هو الواد ده قال ايه امبارح؟ طب هاتوا لي السي دي، طب كلموا لي فلان، طب شوفوا او ممكن يكلم فلان ده، هو الواد ده ممكن الرئيس يكلمه انت قلت كذا كذا. رجل يتحقق. امي قالت لي يا ابني مره واحده بس تطلع على التلفزيون اشوفك وخلاص. كان في خلاف مع مدينه الانتاج الاعلامي، خلاف مادي، كان في ديسمبر اخر كل سنه بتيجي المدينه تحسب حساباتها والاخر، والاخوه في المدينه قرروا ان هم ياخدوا قرار ان هم يقفلوا الاستوديوهات بالجنازير. وكان لاول مره من 13 سنه القاهره لهم لن مش هيطلع. فالرئيس قال خلوهم يطلعوا وبعدين اتحاسبوا معاهم. اللي كان بيفتح بقه كانوا بيذلوا امه. خط احمر لعمرو اديب الرئيس برقابه ذاتيه ام رقابه خارجيه؟ لا ذاتيه. بصي كله ذاتي مفيش حاجه خارجيه. وقعد تعيط وكان بيضربني وبيشتمني. هقول لك مفاجاه يا عمرو، انا محمد ابوك الله يرحمه، وانا مقدر الظروف وانت صغير في المدرسه كان بيحصل لك، يا ابوك حكي لي كل حاجه. عبد الحي اديب كان بيجي لي المكتب الله يرحمه المحترم، هو واحمد الخضري، احمد الحضري اسف، اللي هو كان رئيس النقاد السينما، وكان مصطفى محرم اللي هي جمعيه بتاع النقاد. حكى لي ازمتك النفسيه وانت صغير مع العيال الصغيره. خساره، هتعالج يا ابني. في ولاد صغيرين في سنك كده حصل لهم اللي حصل ده، بس اتعالجوا لما كبروا. مالكش دعوه بالرجاله. انا من دايره مغامر يا عمرو، قاعد في مصر مش قاعد في الاستديو. انا بعمل مؤتمرات بيحضر فيها 100,000 يا عمرو. واللي انت شتمته ده يا كذاب يا كذاب ها عنده ملايين، وانت ما غلطتش فيها. انت غلطت في اول حاجه في شعب مصر، لان انا بمثل شعب مصر وباخد حقي بالقانون. ما كنتش بضرب عيال صغيره. عارف ليه يا عمرو؟ اولا عشان اخوك عماد صاحبي، اثنين عشان انا كنت محامي ابوك وحكي لي ازمتك النفسيه من صغرك. نمره ثلاثه، لو انت راجل قول لمصر الدكتور محمود محي الدين اللي كان وزير الاستثمار لما كان بيجي البيت كنت بتنام تحت السرير ليه؟ لو انت راجل قول. لو انت راجل تقول اللي حصل في ماريوت وصوروك هناك وجابوك. اسالك سؤال، قول لمصر العصيره حطت فين؟ بس هتقل ادبك. بص انا النهارده في وزير استثمار، رئيس البرلمان، انت ما دفعتش عنك النهارده في المجلس ده كله الا واحده اسمها هلا ابو السعد، واحده بس. قالت يا استاذ مرتضى الناس بتموت. قلت لها خلاص انت ناس بتموت، اللي شايف نفسه انه كلب جربان مسؤول بها هو حر. انما بقيه المجلس الراجل المحترم رئيس المجلس استدعى خلاص هيجي وزير الاستثمار نشوف القناه دي شغاله ازاي. ومع احترامي للسعوديه وشعب السعوديه، لن نرضى بقناه سعوديه او غير سعوديه تسب حد في شعب مصر، زي ما احنا ما نرضاش قناه مصريه تغلط مجرد غلطه في حد في الشعب السعودي. انت الشيطان لا مؤاخذه مش عارف بيقول ايه في عندنا فرد الفرج، لا مؤاخذه قوي معاك. امبارح الشيطان كان مؤاخذه قوي معاك. والله يا عمري ما هضربك. انت عمال تقول اضربني واحمد جري ورايا، بس بفكرك بواقع يا عمرو. انا كنت ضيف عندك في حلقه، لا قبل ضيف، لا خلينا الاول. كنت بتتكلموا عن الكهرباء والناس اللي بياخدوا الكهرباء مجانا والكلام ده، فانا عملت مداخله عندك قلت لك احمد عز، قلت لها مش عايز اتكلم، ده احمد عز كان بيراقبك. عارف ليه؟ عشان موضوع العصايه. مشكله قمح يعني عيش، وعندي مشكله ميه يعني شرب، وعندي مشكله كهرباء يعني ان الناس تاكل، وعندي مشكله مع اوغندا ومش عارف اثيوبيا، وعندي 100 مشكله. طب يعني انا مع احترامي الشديد يعني، طب الناس دي قاعده ليه؟ ادي واحد. اثنين، انت ليه ما قلتش ان الراجل اللي واخد 17% من كهرباء مصر هو احمد عز؟ هل هو بقى ممنوع اللمس؟ هو احمد عز، يعني هو المهندس احمد عز.
ولا انت نبهوا عليك ما تقولش اسمه؟ لا ما نبهوش عليا يا فندم، هو كل الحكايه ان هم نفوا وقالوا احنا بناخده بالسعر العالمي، انا قلت وجهتين النظر. خد بالك، فاكر ماريوت يا عمرو؟ انا مش عايز اقول مين كان معاك في ماريوت عشان والدك الله يرحمه حكي لي كل حاجه ايام ما كنت صغير، ودي مشكلتك لما كنت في وسط البلد، ده ممكن يحصل معايا عيل صغير. بص يا عمرو، انت مره صادفتني وتاني يوم لقيتك فجاه طالع بتقول انا عملت لك ايه يا استاذ مرتضى؟ بقت ناس يضربوني في الكافتيريا ناس كلمت الدكتور كافتيريا، الواد ده هبل، ايه اللي هضربه دوت؟ كافتيريا ايه؟ فالراجل قال لي ده في كافتيريا بتاع فلان الفلاني، هو اللي في كره طايره في النادي الاهلي. فرحت بكلم الراجل مش عارف حاجه، رشدي كده، ايمن رشدي. قال لي ايمن رشدي ايه؟ قال له لا. قال لي لا. ايوه كان هيندرب يا استاذ مرتضى، بيعاكس بنت مغربيه، جه جوزها كانوا علقه. فقلت له طب انا بقى عايز اعمل مداخله صحح، هو خير رمضان خلاص يا استاذ مرتضى والقصه خلصت، هنعمل بان ما حصلش الكلام ده. عمرو بلاش افلام، اوعى حد يضربك ويعورك تقول مرتضى او حد من انصار مرتضى، احنا ناس مؤدبين محترمين. احنا عملنا بيان عاجل، الساده الاعضاء مضوا، الاخوه اللي قال لك ما مضيناش كدابين، يوسف القعيد ماضي قدامنا، خالد يوسف ماضي قدامنا، فبلاش انا. الله يرحمك يا محمود يا محي الدين، كان بينامك تحت السرير. ليه؟ لو راجل يطلع قول ليه. بس مصر كلها كانت عارفه ليه. مش عارف الفيلم كان اسمه ايه، بنساه. انا في مقدمه لرئيس هيئه الاستثمار، وزير الاستثمار، لو ما خدناش حقنا بالقانون عليا الطلاق من بيتي. اللي بتقول انا مطلق مراته كام مره؟ مراتي اشرف منك ومن اللي عندك، ها؟ اوعى تجيب اسم مراتي بنتي على لسانك يا ولد. اوعى، اشرف منك واللي عندك. مش عايز اقول اكتر من كده. مش هقول، عايز اقول اكتر من كده. ده الجزء الاولاني اللي برد عليك بيه. في هيئه استثمار هتجتمع، دول ناس اسمها توفيق عكاشه 3 اشهر من الكلام عشان قال كلمه. غرفه صناعه الاعلام لو في غرفه، انا عايز اعرف مرتضى منصور عشان قال واحد وحياة امك وقال لميس يا كدابه، مراتك برضه. انا بس شايلها شويه ورق دول خليهم الحلقه الجايه. خلاص؟ اتمنع من الظهور. اوعى تقول لي بقى تكميم الافواه، ده انتوا اللي كممتوا الافواه. عمرو، هو مش انت برضه كنت واخد حاجه على النيل كده على ما اتذكر؟ وبعدين يوم قالوا لك قلت لهم انا عمرو اشيل يا ابني اللي انت عامله ده، هي البتاع اللي كانت على النيل دي وفاتحها باين مطعم مش فاتح ايه؟ كنت بتستخدمها في ايه؟ لو راجل قول لي الناس كنت بتستخدمها في ايه؟ عمرو، ده الجزء الاولاني. رد سريع عشان اراجع المجلس. واسال اخوك عماد واسال مراتك واخت مراتك. الراجل القاتل الفاسد الجبان الخواف، انتوا عاملين له توكيلات ليه من الاربعه؟ طب ما انا ما قلتليش توكيلات ليه؟ ما هي لغايه دلوقتي ساريه. مش هضربك، مش هتنول شرف ان ايدي تمد عليك يا عمرو خالص. واوعى تعمل فيلم تجيب لي عيل يضربك يعورك في القرعه بتاعتك وتقول مرتضى، ومحترمي طبعا لكل الصلح، وتقول مرتضى اقسم بالله العظيم ما انا ضربك. عارف ليه؟ عشان ماليش مزاج. بس بوعدك انا بقى الكابوس اللي هيطلع لك وانت نايم في اوضه نومك. انت زعلان عشان كشفت سر حسين صفراكي اللي اداك، حسين صفراكي الليبي اللي اداك شقه عشان زوجك الجديده؟ او انت زعلان عشان لميس كل يوم تضربك علقه عشان عرفت انك انت متجوز رشا؟ طب انا زالت لساني يا عمرو، ما كنتش اعرف انك مش قايل لها. مش انت راجل كنت تقول لها انا متجوز. دي بقى الزوجه رابع مره. مرتضى منصور انا متجوز الا مره واحده بس. كل شويه تقول ايه؟ وانا عندك ايه يا ولد؟ و200 يمين يا ولد. مرتضى منصور يا ولد مستقيل من على منصه القضاء في استقاله لا تجرؤ تعملها. القانون في مصر لا يطبق الا على الضعفاء الفقراء. يوم 3/4 سنه 1984. كنت انت ايامها كانت بترضعك نجوى فؤاد؟ انت فاكر اول ما طلعت في اوربت دي كنت بتشتغل ايه؟ فاكر ولا مش فاكر؟ انا كنت بعمل بقى في اوربت ساعه مجانيه ما خدتش ولا مليم للقناه المحترمه دي. قبل ما تيجي انت كنت بتعمل حاجه اسمها السواريه، تقعد ترقص وتغني وتجيب نافع. الله يرحمك يا حاج عبد الحي اديب، انت كان راجل محترم. وعشان كده كل ما افتكر الكلام اللي قاله لي عنك وانت صغير ايام المدرسه في وسط البلد، بقول انت محتاج دكتور نفساني
يعالجك. ده الجزء الاول يا عمرو. واقسم بالله لو جبت اسم حرف الميم انا غير مسؤول لو انصار اللي بالملايين احتلوا الاستوديو بتاعك. انا شخصيا كمرتضى لا انا ولا اولادي احنا ناس مؤدبين ومحترمين ما بنعملش حاجه، انما بمثل ملايين. لو غلطت وجم خدوا الاستوديو وانت فيه انا بقول لمصر كلها انا ايدي الحمد لله نظيفه ما جيتش ناحيته. ليك خصومات كتير. هو انا اللي كنت ولعت لك عربيتك يا عمرو؟ انت ناسي؟ انا برضه؟ ولا اكمل؟ عمرو بلاش انا. ويا عماد قول لاخوك عيب. الراجل اللي بقاله 4 سنين قضايا مجانا ما نقلش ادبنا عليه باكاذيب. عمرو مش مرتضى اللي تحت السرير، ده مرتضى اللي قال وزير الداخليه لو راجل تعالى انا في البيت اهو. تحت السرير مين يا حبيبي بقى؟ عمرو عبد الحي اديب. ليه؟ عايز افتكر الفيلم مش فاكره. ما اسمعش صوتك وفي اجراءات هتتاخد. خدنا حقنا بالقانون. يا سلام. انت بتقول ان انا بقى عمال ادخل اسم احمد الزند صحيح والمستشار الزند ومشير طنطا. لا انت بعد مداخله الرئيس السيسي معاك انت اللي متفرعن. انت متفرعن عشان رئيس الجمهوريه عمل لك مداخله وده كان خطا. انت اللي متفرعن من يومها. وبعدين ما تقول لي الناس بتاخد كام في الشهر؟ قول لي الناس اللي معاه. طيب شرقي طفش ليه؟ خير رمضان طفش ليه؟ خالد ابو بكر طفش ليه؟ الراجل قال لي ما حدش طايقني. طب لو ما حدش طايقني اكتسح انتخابات الزمالك من 92 لغايه دلوقتي واكتسح انتخابات مجلس الشعب. عمرو انا عندي فلاحين صعب قوي. بس انت بتحب الحاجات دي. تحبهم انت مفيش مشكله. تحبهم عمرو. ده الجزء الاول يا عمرو. وهتبقوا تجيبوا له الجورنان اللي قايل فيه بيتكلم عن مرتضى منصور المحترم الذكر وان شاء الله ان شاء الله باذن الله. المجلس تقريبا هيخلص بكره. هكمل معاك. انا بعيد عن المجلس اهو. انا كنت ممكن اقول الكلام ده فين بقى؟ في مجلس النواب. النهارده الصبح بس ما قلتش. انا ما استغلتش بقى مكان نفوذي زي ما انت بتقول. انت اللي استغليت قناه ملك الملايين يملكها سعوديين محترمين واسأت الاول يوم لشعب مصر والشخصيات المحترمه بتاع اليوم كلاب وامبارح اسأت لي. انا شخصيا بقول لك الله يسامحك. الله يسامحك يا عمرو. شعب مصر بيقول لك اهو. انا بقول لك يا عمرو الله يسامحك ويا ابني وحسبي الله ونعم الوكيل. شكرا.